من 93 مليون سنة نملة كانت ماشية في الغابة بتدور على أكل ترجع بيه الجحر. وقع عليها شوية صمغ من شجرة كانت ماشية تحتها. على قد ما كان يوم منيل على النملة، بس يوم حلو لعلماء الحفريات اللي لقوا النملة بعد ملايين السنين محفوظة كأنها عايشة النهاردة، وبقت أقدم نملة نلاقيها من فصيلة نمل موجودة لحد النهاردة وبتحكم العالم. بس على أيام النملة دي النمل ما كانش كتير ولا متنوع زي دلوقتي، وحفريات النمل في الوقت ده كانت 1% بس من حفريات الحشرات اللي بترجع للعصر الطباشيري، وكانوا بيعيشوا في الغابات بس. بعد الطباشيري في حقب الحياة الحديثة لقينا أعداد حفريات النمل وصلت ل 40% من حفريات الحشرات، والنهاردة أعدادهم ملهاش حصر وموجودين في كل مكان، غابات، صحاري، مطابخ، في كل حتة. طيب عملوها ازاي؟ سيطروا على العالم ازاي؟ الظاهر كده انهم مسنودين وما وصلوش للسيطرة والتنوع ده لوحدهم. وصلوا ازاي ومين ساعدهم؟ تعالوا نشوف ونعرف تفاصيل أنجح تحالف تم في تاريخ الحياة على الأرض. قصة سيطرة النمل بدأت من 140 مليون سنة، بداية العصر الطباشيري، لما فصيلة من الدبابير مر عليها شوية تغيرات فقدت فيها الأجنحة بتاعتها وبقت أول فصائل النمل. ومن بعدها ظهر أكتر من 14,000 فصيلة فرعية. عدد أنواع النمل اللي عايشة معانا النهاردة أكتر من عدد أنواع الثدييات والطيور مع بعض. طب إيه اللي عمل الطفرة الكبيرة دي في أعدادهم وتنوعهم بعد ما كانوا من أقل الحشرات في العدد؟ واشمعنى هم؟ ليه مش أي حشرة تانية؟ السؤال ده حير العلماء لسنين طويلة. سنة 2005 2 من خبراء النمل، ما تستغربش عادي في خبراء نمل، اسمهم إدوارد ويلسون وبيرتهولد دوبلر، طلعوا بأول فرضية بتفسر إزاي النمل سيطر، وسموها Dynastic Succession Hypothesis أو تسلسل السلالات. الفرضية بتقول إن اللي خلى النمل ينتشر بالشكل ده هو ظهور نوع جديد خد بإيده وساعده. على كده طيب مين اللي ظهر في الطباشيري وكان سبب سيطرة النمل؟ قالك مفيش غير النباتات الزهرية أو الأنجيوسبيرمز، النباتات اللي بتطلع ورد يعني. هي كمان من أكتر الأنواع انتشارا على الأرض، لوحدها حوالي 90% من النباتات، وموجودة في كل البيئات على الأرض. وهم كمان ظهروا في الطباشيري ووصلوا لقمة سيطرتهم في حقب الحياة الحديثة زي النمل بالظبط. السنة اللي بعدها على طول سنة 2006 ظهر أول دليل على الفرضية دي. فريق من الباحثين عمل أول شجرة عيلة للنمل مبنية على الجينات، ضمت الDNA بتاع 149 فصيلة نمل موجودين النهاردة، وعرفوا كل نوع منحدر من مين. لقوا إن في نمط معين في تاريخ ظهور كل نوع، ولقوا إن أغلب الأنواع ظهرت في نهاية الطباشيري وبداية الحياة الحديثة، نفس ذات الوقت اللي انتشرت فيه النباتات الزهرية. معنى الكلام ده إن لما النباتات الزهرية بدأت تنتشر وتسيطر، النمل هو كمان بدأ أنواعه تزيد ويسيطر، الاتنين مع بعض. بس إيه العلاقة؟ إيه اللي يخلي النباتات الزهرية الورد يعني يخلي النمل يملى الدنيا بالشكل ده؟ طلع لنا بحثين، واحد سنة 2018 والتاني لسه السنة دي، كان فيهم حل اللغز ده. اتعمل أبحاث جينية على 1400 نوع نمل، درست البيئات اللي كانوا بيعيشوا فيها وصفاتهم وأسلوب حياتهم، وتتبع تاريخ كل نوع منهم، وربطوا الكلام ده بأبحاث من نفس النوع اتعملت على النباتات الزهرية عشان يعرفوا تتابع الأحداث ويعرفوا التحالف الغريب ده تم ازاي. في بداية العصر الطباشيري وقت ظهور النباتات الزهرية لأول مرة على الأرض، النمل اللي كان مستخبي في جحور تحت الأرض وكانت أنواعه وأعداده قليلة لقى فيها فرصة إنه يسيب الجحور ويطلع يعيش على النباتات الجديدة دي. وكل النباتات دي ما كانت بتنتشر أكتر، كانت بتزود من رطوبة الغابات، وده خلى الغابة بيئة مناسبة أكتر للنمل وللحشرات الأصغر اللي النمل كان بياكلها. وأنواع من النمل بدأت تتأقلم على نظام غذائي جديد وبقت تعتمد على النباتات بدل الحشرات. النباتات الزهرية عشان تكافئ النمل اللي بيحميها من الآفات والحشرات اللي بتاكل النبات، بعدها بدأ يطلع أجزاء جديدة اسمها ظهور الرحيق الخارجية، نافورات صغيرة كده على النبات بتطلع رحيق مسكر، مكافأة للنمل على خدماته وعشان يفضل حواليها. لدرجة إن بعض أنواع النمل بقت تبني المستعمرات بتاعتها على النبات نفسه من قوة العلاقة بينهم. لما أنواع النمل سابت الأرض وبقت تعيش على النبات نفسه، ده قلل المنافسة بين أنواع النمل وبعضها على الأكل وخلى أعدادها تزيد وتنتشر أكتر. والنباتات عشان تستفيد أكتر من النمل الكتير ده طورت طريقة تخلي النمل ينشر بذورها وبقت تطلع ده اسمه ايوسومز. بدأت تظهر في نهاية الطباشير. النمل كان بيشيلها مسافات بعيدة
وده خلى النباتات الزهرية تنتشر أكتر وأكتر. والتحالف ده ما وقفش لحد كده، زي ما النباتات الزهرية ساعدت النمل يعيش في بيئة جديدة جوه الغابة لما عاش على النبات نفسه، هي كمان اللي ساعدته يطلع بره الغابة ويعيش في بيئات جديدة عليه لأول مرة. لما الطباشير خلص وحقب الحياة الحديثة بدأ، النباتات الزهرية انتشرت وبدأت بيئة جديدة في أماكن أكتر جفاف، مناطق الأعشاب، وحتى بعضها تأقلم إنه يعيش في الصحراء. وطبعا النمل ما سابهاش، وبعض الأنواع طلعت من الغابة لأول مرة وراحت ورا النباتات الزهرية لمناطقها الجديدة. النباتات الزهرية موفرة للنمل الأكل والسكن، واللي يلاقي دلع وما يتدلعش يبقى عبيط. النمل انتشر وتنوع أكتر في البيئات الجديدة، بيئات عمره ما كان هيعرف يوصل لها ولا يعيش فيها لوحده من غير حليفه. فلو انت حاسس انك عايش في عالم مليان نمل النهاردة، فده عشان سبب بسيط، وهو ان النمل نفسه عايش في عالم مليان نباتات زهرية. لولاها كان زمان النمل لسه حشرة عادية بأعداد قليلة وفي بيئة واحدة اللي هي الغابات، بس لقى الفرصة انه يربط مصيره بمصير واحد من انجح الفصائل على الارض، فوصل لأعداد ضخمة وبقى موجود في كل مكان على الارض، وصل لقلب برطمان السكر اللي في مطبخك.